عندي امك انا اللي يشرب وحق الله سيدي اسكت فين عندي امك. إن الله عز وجل قال فلا تقعدوا معهم. سب الدين هو جالس يضحك مي شاف بوا تيسب الدين. نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نحمسوا الناس ان شاء الله داكشي اللي كنديرو سواء في المغرب او في مناطق اخرى، لان الجمعيه ديالنا تكون جمعيه عالميه غتكون في المناطق باكملها. هاد النصبه هادي راه كنصب فيها، يعني دخل الجمعيه وتكلم على الجمعيه وغيتكلم دابا على شعبان وغيتطرق لهاد المساله هذه، ولكن غيجر لهم الشحيمه بالجمعيه شي شويه غيدخل لهم الشعبان شويه غيرجع لهم المهموم. هذه من الطرق اللي كان تيدير ابا حمزه وتنصب بها على الناس. غتكون في المغرب نقدروا نمشيو للصومال، نقدروا نمشيو لافريقيا، نقدروا نمشيو. بغيت ندير واحد الحمله زوينه باغي نديرها في افريقيا. هاد نقدر نمشي للصومال، نقدر نمشي لافريقيا، هنا راه تيمهد ليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغتكونوا حاضرين معايا واحد الحاجه غنديروها زوينه في افريقيا، وغتكونوا حاضرين معايا باذن الله. غادي نمشيو لواحد البلاصه في افريقيا، غادي نديروا واحد الحاجه في واحد البلاصه ديال المسلمين ما شاء الله تبارك الله. غادي نديروا واحد الحمله ديالنا تما غتعجبكم. عندي واحد المشروع كنخطط ليه وكنوجد ليه، غادي يعجبكم مزيان. الطريقه الاولى جبت بها ما شتيهاش. هنا راه كان تيهضر قبيح، لان هنايا كان من صافي هنا راه كان يصول ويجول كما يشاء، وكان تعتقد بانه راه ما عمر ما غادي يطيحوا زنافروا الارض، وكان تعتقد ما عمره ما غيفضحوا الله عز وجل على رؤوس الاشهاد. هنا كان تيتكلم بهذا التجبر وبهذا التكبر هذا اللي تشوفوا دابا الان. الثانيه ما شتيهاش، الثالثه ما شتيهاش، الرابعه ما شتيهاش. ما شتي طريقه. كيفاش طريقه كتفهم الهولنديه؟ ماشي طريقه. جاوب انت الاخوان اللي لايك. القناه خاصها تكبر، خاصها تطلع، لان غادي تستافد حتى من القناه، غادي تستافد منها بزاف. على ذكر هذا الكلام ديالو تاعنا الله يجازيكم بخير، الا كان هو خبيث وتنشر الفسق والفجور والعصيان والكذب وتيطالب الناس بانهم، فانا من باب اولى واحرى اللي تنفضحه وتنفضح غيره وامثاله، وغنفضح امثاله ان شاء الله كثر المسترزقين الخبثاء الذين يسترزقون بمآسي الناس ويتظاهرون يعني في بعض القنوات والى غير ذلك. ان شاء الله جايين في المستقبل، لهذا طلبا وليس امرا وزعوا هذا المحتوى هذا مع احبابكم وفي المنتديات ديالكم وفي الجروبات وعبر الواتساب الى غير ذلك ديال الناس باذن الله. عندي واحد المشروع زوين، باغي ندير واحد المشروع زوين، واحد المشروع واعر. غنديروا واحد الحاجه واعره بزاف. هنا غيبقى يقول لهم هذا الكلام هذا باش يعني باش يحمسهم، باش يقولوا قول لنا شنو هذا المشروع. غادي يبقى يكرر عليهم واحد المشروع، واحد كذا، واحد هذه يعني، وغيتحمسوا هما بزياده. ومن بعد غيقول لهم هذه القضيه ديال المسجد ديال شعبان اللي كاين في افريقيا. غندير واحد الحاجه هنا بالمتابعين ديال ابا حمزه والمحبين والمساندين. غادي نديروا واحد الحاجه، كنصوب في واحد المشروع ملي غادي نخرجوا لكم، غادي نوري لكم، غادي نقولوا لكم، غادي تقولوا لي صافي، غتقول لي عزيز كلنا معك، السي ابا حمزه كلنا معك. السي ابا حمزه باش تعرفوا خبيث نرجسي سيكوباتي، ما يقدرش يقول على راسو غير ابا حمزه. السي ابا حمزه كنقول اللي بغى يتعاون وبغى يتقضى الغرض، كاين واحد لا شريك له، كاين هذا السي عزيز اللي قدامكم، وكان عنده الثقه الكامله في نفسه بانه الناس كلهم غادي يتفقوا معه، وكان عنده الثقه الزائده في النفس. ثقه يعني داك الثقه اللي ما بعدها ثقه، انه الناس غير غيوروا لهم المشروع ديال المسجد وغيقولوا لي كنا معك، ويقولوا لي السي ابا حمزه احنا كنا معك. كذلك المساهمين شكون غادي يكونوا مساهمين باذن الله. كذلك بغيت نعرف المساهمين اللي غادي يكونوا مساهمين معنا ان شاء الله في الخرجه الاولى ديال المهمومين. ها هو هنا راه تيطلب الناس انهم يعطيوه، هذا راه التماس احسان العمومي، وتيطلب هذا الشيء راه بدون ترخيص. هذا دليل على انه راه كان تيطلب الناس انهم يعطيوه الفلوس. هو قال لك ما عمرني ما طلبت شي واحد يعطيني، ها هو تيقول لهم المساهمين. لا هذا المشروع اللي بغيت ندير ماشي دابا، حتى نبداو بعدا مع المهمومين الى غير ذلك، وغادي نعلمكم به في الوقت ديالو. يعجبكم مزيان، غادي يعجبكم مزيان. كلشي غيبغي يساهم فيه. قلت لكم بان عنده ثقه زائده في نفسه، تيظن بان كلشي غيساهم فيه، بينما كان العكس، شي واحد ما بغى يساهم.
نقول لكم زيدوا لايكي وبارطاجيو معنا. شنو كان تيدير لهم؟ تيدير لهم الطريقه هذه، يعني الا بغيتو كذا خصكم ديروا كذا، بارطاجيو ولايكيو باش نقول لكم. ما لناش خاسرين. قريبا هذا المشروع ديالنا قريبا واحد الحاجه زوينه بزاف. المشروع ديالنا قريبا دابا هو يوحي للمشاهدين بانه هو اللي مشرف على هذا المشروع، ماشي شعبان، ماشي هو غير واسطه خير، لا بحال هو اللي بغى يبني مسجد في افريقيا باش الناس يقولوا واو ابا حمزه ما شاء الله، من بعد ما نشر المساجد وبنى المساجد في اوروبا، يعني هي لانه حسب كلامه، يعني لانه هو تيقول بنى المساجد اوروبا، الان التجا الى افريقيا، وهذا كله كذب ونفاق، ما هو ما بنى والو، بل بالعكس هو كان دائما ما تيديرش حاجه الا في سبيل الله، اي حاجه تيدخل عليها الا وتيدي فيها النسبه وتيتخلص بالذهب، كان تيتخلص بالذهب وكان تيجيب معاه الميزان ديال الذهب. حبيت أنا نخبركم أول حاجة، جاتني اتصالات عديدة بخصوص أبا حمزة، ومنهم أحد المسؤولين ديال المسجد في هولندا اللي كان مشى يجمع معاهم الفلوس، بغى يكلمني في الموضوع ديال أبا حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا بحكم عضو معاهم الداخل بغيت نوضح لك شي أمور. قلت له قول. قال لي شنو؟ قال لي أبا حمزة اشترط علينا 20% ديال المدخول ديال التبرعات لبناء المسجد. قلت لي وهذا لا يجوز، هنا ولا التجارة محرمة، البيع والشراء في بيت الله الذي هو المسجد. قال ليه المثال المغربي، قالوا باك طاح في البير، قالوا خرج من الدار مين. ونشوفوا با علاش خرج من الدار مين، نمشيو للدار. اذا الخطأ والخطأ الاكبر هو ديال الجمعيات ديال المساجد اللي وافقوا على هذا الشيء، على هذه الشروط. هذا علاش قلت لكم ان اغلب الجمعيات المسؤولين الكبار ديالها اما ما قارينش، واما قارين وما فاهمينش، واما قارين وفاهمين ولكن باغيين يجمعوا الدراهم والفلوس، ما سولوش العلماء. يا عباد الله 500 مليون مغربيه بارده في 3 ايام، يعطيوهم 100 مليون 20% وياخذوا 400 مليون، كل شيء رابح، ويخلصوا ليه الطياره من اموال المسلمين والفندق وياكل ويشرب. هذا كله حرام، هذا حرام في حرام، لأن المال النية تجمعت والناس عطاو لبناء المسجد. كون قلتوا الناس هذا الكلام حتى واحد ما يعطيكم أورو واحد، ماشي توزعوا الفلوس وتعطيه وتقولوا للمسجد. والكارثة اللي كيقول لي هذا السيد هذا، قال لي أن هذا السيد ملي كيكمل الفلوس خاصو ياخذ 20% ديالو، وبعد المرات كتكون ذهب، أغلبية ذهب، كيجيب هو الميزان وكيقوم هذوك الصمطات ديال الذهب، وكياخذ الفلوس اللي غادي ياخذهم ذهب، كيجيب هو الميزان وكيقوم هذوك الصمطات ديال الذهب، وكياخذ الفلوس اللي غادي ياخذهم ذهب، كيجيب هو الميزان وكيقوم هذوك الصمطات ديال الذهب، وكياخذ الفلوس اللي غادي ياخذهم ذهب. قال لي مره نضمه حسب فيها 136 غرام، فاذا بالمراه كتعيط وكتقول المضمه ديالي فيها 650 غرام، يعني نص كيلو ديال الذهب طارت ومشات دازت في الميزان. والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كينقصوا في الميزان. واحد الحاجه زوينه بزاف غادي ندير. صافي اش كتشوفوا هنا، اش كيبان لكم هنا؟ هذا مسجد في احدى البلاد الافريقيه، هذا مسجد شوف المسلمين السنه فيه ما شاء الله، وجدتهم هكذا يصلون. شوف دابا كي تيكذب وجدتهم، يعني راه هو اللي مشى بحات ومسكين وكذا وحريص على الخير فوجدهم. شوف الخبيث كيفاش كان تيكذب على المشاهدين ديالو. يصليو هذا هو المسجد. بغيتو يولي هكذا البلان ديالو محطوط، هذا البلان ديالو محطوط. يقدروا يجيبوا مهندس يجيب لهم بلان بحال هكا يدوخوا به الناس وما يبنيو لا مسجد لا والو، غير يجمعوا الفلوس او يبقاو يجمعوا. لان دابا انا ساهمت مثلا عطيتهم 100 اورو، راني ما عرفتش شحال الناس اللي ساهموا، هما دائما تيقولوا غير واحد المبلغ اللي اقل من داك المبلغ اللي بغاو. مثلا هما جمعوا 150 مليون، تيقولوا جمعنا غير 30 مازال خاصنا، هما راه جمعوا 150 ولا 200. وبهذه الطريقه تيبقاو يجمعوا
الى ان يرث الله الارض ومن عليها، حتى تيوصلوا لواحد المبالغ خياليه وتينهبوا داك المال. الا شافوا نفسهم غيتفضحوا فتيحاولوا ما امكن، يا اما تيحطوا الساس، يا اما تيديروا داك الطابله التحتانيه، يا اما تيبداو يبنيو في السواري وعاوتاني تيبداو يجمعوا، احنا بنينا السواري، احنا راه حفرنا لتحت، احنا راه دوزنا الكابليات، احنا دابا عاوتاني غنديروا، وتيبداو يجمعوا ملي تيشوفوا راسهم صافي ما بقى حتى شي واحد تيعطي، عاد تيكملوا داك المسجد، عاوتاني تيزيدوا يجمعوا لداخل. خصنا نديروا الزرابي، خصنا نديروا التريات، خصنا نخلصوا الامام، الغاز جا غالي، الضو جا غالي، الماء جا غالي، وبهذه الطريقه دائما تيحلبوا من جيوب المسلمين، وخصوصا في الاعياد والمناسبات وفي رمضان. ديالهم محطوطه. غادي نمشيو بعيد، هذا هو البلان ديالو، غادي يولي بحال ما هكا، بينا ولا بلا بينا. ما كاينش ان شاء الله بينا ولا بلا بينا، صافي الثقه الزائده في النفس، ما كاين لا ان شاء الله لا والو. دابا هذا تيهضر بحال شي شلابي، بحال شي حليقي، ماشي داعيه، ما كاين لا ان شاء الله الرحمن الرحيم، بلا باذن الله عز وجل، لا بينا ولا بلا بينا. هذا المشروع هذا المسجد كاين في بوروندي، كيصليو فيه دابا بحال ما هكا، كيصليو فيه هكذا. المشروع غادي يتقام كامل، هذا المسجد ما تيقوش بشحال، هذا المسجد غادي يتقام ب 27 مليون، 27 ألف أورو باش غادي يتقام. 27 مليون اللي هي 27 ألف أورو، 3 سنين هذه ولا 4 سنين مازال ما جمعتوهاش، ما يمكنش. ولكن لا، نتوما تتقلبوا تنصبوه، ما راه تيبلغوا الناس بواحد المبلغ، ولكن راه الاشياء اللي تيجمعوا ارقام فلكيه، ارقام خياليه، لان هذا هو القيمه الفعليه ديال هذا المشروع اللي هي 27 ألف أورو، ولكن راه في الحقيقه هما تيجمعوا اكثر، يعني هذيك 27 ألف أورو زيد ليها صفر او صفرين على الاقل. 27 ألف أورو. الان باش يحبك هاد القصه هذه ويزيد يعطيها المصداقيه، غيتصل بشعبان، واكيد انهم راه متفقين، وانتم غتشوفوا شعبان شنو غيولي يقول لابا حمزه. حبيبي شيخنا انا على المباشر، هل يمكن انا على المباشر، حضي راسك، عندك تقول شي حاجه، جاوب على قد السؤال. انا على المباشر شعبان، عندك تهضر في شي حاجه اخرى هكا ولا هكا حتى نكونوا مع بعضياتنا. انا على المباشر الناس تسمعوا، صافي يلا توكل على الله شعبان. نراك؟ هل يمكن نراك؟ يا دكتور. السلام عليكم شعبان. دقيقة. نعم يا شيخ. أنا الآن على المباشر، وقد أخبرت المتابعين ديالنا بأخبار المسجد. هل ممكن أراك ولا نتصل مباشرة، الاتصال فقط؟ دقيقة في فيديو كول. نعم. أنا في سيارة نعم. بلاتي. دابا هو خصو يسمع الناس، ابا حمزه خصو يسمع الناس، وبغى باش يبدا يتهضر هو وياه بالعينين، حيت راه دار التليفون جابو قدام وجهه، ما بقيناش نشوفوا لي غريماس، يعني الملامح ديال وجهه، كان بغى ربما يغمزوا ولا شي حاجه، لان قال له انايا في مباشر. ولكن دابا الان راه غيتصل به هاتفيا وغيتكلم معاه، وغادي يدير لنا الصوت ديالو نسمعوه، وغادي تشوفوا التمثيل اللي غيمثل هو وياه. ما بقاش المفاجأة دابا صافي. نعم شيخنا. حياك الله أخي شعبان. دابا ابا حمزه تعجبو هادي ديال الشيخانه، وابا حمزه تيقول له اخي شعبان، والاخر تيقول له شيخانه، يعني تلميذ مع الشيخ ومريدي، يعني الشيخ والمريد ديالو. أحييك وأحيي من معك كلهم إن شاء الله شيخ عزيز. تحية للمتابعين ديالنا. فأنا ما صبرت، ولكن أردت بإذن الله تعالى، أخبرتهم أن لدينا مشروع إن شاء الله سوف نتكفل به، المركز الإسلامي نتكفل به بإذن الله تعالى، وسوف نخبر الإخوة. هما كانوا في الأول تيقولوا غير مسجد، دابا ولا مركز.
المركز الاسلامي. هكذا يعني بهذه الطريقه هذه، يعني تيبقاو غاديين تيوسعوا الخيال ديالهم يعني في المشاريع. حنا لا ننتقد الناس اللي تيبنيو المساجد او المراكز، الله يجازيهم بخير، ولكن الطريقه اللي كانت يدير ابا حمزه فيها النسبه وفيها السرقه وفيها السرقه وفيها النصب والاحتيال الى غير ذلك. هذه الطريقه التي ننتقدها، ولكن ابا حمزه ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء، يمشي بحالته نصاب وكذاب اشر. بموعد الانطلاق المباشر لجمع التبرعات والحملات جل وعلا. بإذن الله تعالى. يعني نريد بعد رمضان مباشرة، لكن احنا غادي نكونوا كنجمعوا ليه في رمضان أخي شعبان. ها هو دابا غيفرح. ابشر ابشر حبيبي، ضروري يا شيخنا. غادا تكون عندي عناوين. شعبان، كم مساحة المسجد هذا؟ المساحة كلها يعني 20 ب 20. 20 20 في 20 400 متر كاري. يعني في افريقيا 400 متر كاري راه صغير، يعني في الاصل انه خصو يكون كبير الا كان غيكون مركز. 20 في 20 راه يهز غير تقريبا واحد 180 200 حتى 220 بالاكتظاظ ديال الناس. يعني صغير هذا، راه مسجد صغير هذا، ماشي مسجد جامع كبير. مساحة الأرض كلها 20 ب 20. يعني كم مصلي هنا؟ كم مصلي يقدر يصلي فيه؟ يقدر يدخل فيه تقريبا 180 200 شخص. 180 200 شخص. ايه نعم، داخل الداخل. غتكون في أقسام. نعم، سوف يكون فيه يعني أقسام فوق، يعني في الدور الثالث يكون فيه 6 أقسام، يعني المعهد بإذن الله تعالى. وشكون اللي يقري في المعهد؟ يقري فيه ابا حمزه؟ الا كان ابا حمزه غيقري راه هو ما قرا حتى هو، عاد يقري فيه. شكون اللي يقري فيه؟ ايوا تا هاد شعبان هذا راه مشكوك في امره. الا كان بحال هاد شعبان تيستعن بابا حمزه اللي جاهل وتيقول ليه شيخنا، ولا كان دابا هاد شعبان تيقول ابا حمزه الجاهل المكلخ تيقول له شيخنا، كي غيكون هو شعبان غيكون اقل منه، لان راه الشيخ تيكون دائما اكثر من التلميذ. أخي شعبان، يا حبيبي، أنا أعاهدك وأعاهد الله عز وجل قبلك أني سوف أنطلق وبقوة في هذا المشروع، وسوف نذهب إلى بوروندي أنا وياك أبشر ونكمل المشروع، وغادي سوف يكون المباشر من بوروندي بإذن الله. بإذن الله جل وعلا. شيخ عزيز، هذا سوف يكون نصر من أهل السنة والجماعة هناك يا حبيبنا. والله هذا أول مركز نريد أن يكون مركز يعني فريد في نوعه إن شاء الله شيخنا بإذن الله تعالى. غادي دير مركز ديال أهل السنة والجماعة حسب كلامك الفارد من نوعه. راه ما تستعنش بالنصاب، تستعن بشي واحد اللي يشار إليه، يعني ما عندوش الشبهة ديال السرقة والنصب والاحتيال، نعاونوك إياه، ولكن ملي تستعن بالنصاب راه انت تشار إليك الأنامل، يعني أو الأصابع بالاتهام. أن قل لي من ترافق أقول لك من أنت. راه باينة، وأنت تقول أبا حمزة شيخي، وهو غيتلف غيسولو أبا حمزة شنو غتسميو المركز، وغيتلف وغيقول أبا حمزة دكتورنا، يعني غادي يرد أبا حمزة دكتور. أنتوما غتشوفوا تا هو واعر، تا هو في الصباغة هاد الإفريقي، هاد شعبان تا هو واعر في الصباغة أكثر من أبا حمزة، وأبا حمزة غتعجبو داك الدكتورنا، يعني غتعجبو. شعبان، كم هي مدة لقائنا؟ متى التقينا؟ متى التقينا لأول مرة؟ نعم يا شيخ، نحن التقينا أكثر من 16 سنة الآن، 17 لا 19 سنة الآن يا شيخ. وهذا ما يفيد. هذا شنو هذا باش التقاو هما؟ شنو واش كانت بيناتكم شي علاقة ولا كيفاش التقينا؟ عجبتك كي جيتك؟ عجبتك ياك زوين شويه دقيقي تبارك الله عليك. شنو تيفيد هذا في الجامع ديال المسجد؟ شنو هادشي دابا ابا حمزه؟ علاش تتكلم على هذا الموضوع ديال اللقاء بينك وبينه؟ الزاني انت بحال الزاني، انت بحال الزاني. شنو ما هما الايحاءات اللي بغيتي توحي للمشاهدين بهذا السؤال ديالك؟ هنا المهموم اللي يقضي الغرض. شنو قلتي؟ لا إله إلا الله. والله من زمان تعرفنا، أنت شيخنا وعالمنا. لا حاشا لله. شو الاخر تيمسح ليه الكابا تيسبق. انت شيخونا وعالمونا، شيخونا وعالمونا، زعما هذا غيدير فيها متواضع. وبالله عليكم دابا
غير فهموني دابا هذا اللي تيتكلم مع ابا حمزه، الا كان تيقول على ابا حمزه شيخنا وعليمنا كي غيكون هو؟ الا كان ابا حمزه هكا دون المستوى هو كي غيكون؟ تحت الصفر، ابا حمزه تحت الصفر، والاخر كي غيكون؟ القطب المتجمد الشمالي. لا حاشا لله، ولن نستطيع ان ننسى فضلكم يا شيخ عزيز. والله الفضل من الله اخي، علينا كبير والله العظيم يا اخي عزيز. الله يبارك فيك خويا. في ذلك الوقت كنت تعطيني اللحم، واللحم كان غالي جدا. وسمعتي هو قال له عاوتاني في ذلك الوقت كنت تعطيني اللحم حيت كان هو خدام عند شي جزار، راه كان تيسرق وتيعطيك مالو، تعطيك من جيبو، راه كان تيسرق المول الحانوت ويعطيك. ها هو تيفرش في هذاك شعبان، تيفرش ابا حمزه مره اخرى. وما كنت فقيرا، كنت صعلوكا. هنا أبا حمزة يستدعي البكاء والدموع، يعني ذاك الغدة اللي تتفرز الدموع، تيحاول ما أمكن يعصر عيني لعله يبكي باش يستعطف المشاهدين، باش يبين لهم بأنه تأثر. هذا من التشلهبين ومن النصب ديالو اللي كان تيدير المشاهدين ديالو. الحمد لله. مسكين تيبكي بزاف. لي الطوموبيل ما تدخلكش الطوموبيل. قال لي الطوموبيل ما تدخلكش. أغني الله عز وجل بكم. استغفر الله، لا حول ولا قوة. والله كنت صعلوكا، كنت فقيرا في ذلك الوقت. الحمد لله. الله عز وجل بتعرف معكم. الحمد لله. أنت بصيرت غنيا بلي الجامع 27 ألف أورو، أنت في أوروبا راه رخيصة، حيت هو قال له راه أنت تجي لأوروبا. راه قبيلة سمعتو في البداية ديال المقطع قال بأنه كان في مسجد الخليل في بروكسل، إذا تيجي لأوروبا تيدير فلوس صحاح، وهذوك الفلوس قطع منهم غير بشوية بشوية. 3 سنين تالي تابع أبا حمزة كون شي غير 100 أورو في الشهر، كون بنيتي الجامع والمركز وبنيتي حتى المعهد وتبني كلية كاع في هاد بوروندي. متزوج الآن وبخير وعلى خير، ولك الحمد. وكل ذلك الفضل من الله شعبان. اي والله اسال الله ان يجعل ذلك ميزان حسناتك عزيز. أقول لك أني سوف أضحي بالغالي والنفيس من أجل إتمام المشروع هذاك. أبشر أخي بخير. شوف أنا أعطيك الموعد، سوف نبدأ بإذن. وراه ما كاين لا غالي لا نفيس. دابا راه 3 سنين اللي دازت على هاد المكالمه هادي ومازال تعيط تيقول له ساعدني يا ابا حمزه، ساعدني يا ابا حمزه. هو في عوض ما يستعن بالله عز وجل مستعن بهذا اللي هو براسو سقط في الوحل. استنجد غارق بغارق. بإذن الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان. بمعنى يجب علي ان اكون هنا. نعم، العشر الأواخر سواء كنت هنا أو هنالك لا يهم، المهم نريد أن نبدأ ولو جمعنا. هنا مي قال نريد أن نبدأ راه صر طريق، راه قال نريد أن نبدأ هو يصر طريق، بمعنى أبا حمزة راه بغى يستغل هاد شعبان وينصب بسمية الجامع وينصب. راه ربما بدا تينصب وجمع الفلوس إلى غير ذلك وفي الآخر ما وصلش للأمانة المالية. شوفوا غير القزع، واش انا غادي ندير ثقه في واحد القزع وفاسق فاجر كذاب اشير تيسب الدين وتيسب المله وتيسب الدين. راه وريت لكم فيديو ديال با تيسب الدين وهو تيضحك. فهو مادام انه يقر ويعترف ولم ينكر على ابيه بانه سب الدين فهو كذلك وقع. وحق الله سيدي اسكت فين على دين امك. ان الله عز وجل قال فلا تقعدوا معهم. سب الدين هو جالس يضحك مي شاف با تيسب الدين. نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سب الدين هو جالس يضحك مي شاف با تيسب الدين. نصف المبلغ يعني 15,000 نبدأ، وبعد الانتهاء نقوم بالحملة الثانية إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. بمعنى يجب علي أن أكون هنا حتى لو كنت هناك لا يوجد أي مشكلة. لا يوجد أي إشكال،
الفلوس ديال الطائره 800 اورو ولا 900 نزيدوها في المسجد ان شاء الله. اللهم يسر ان شاء الله. ابشر يا شيخنا، ابشر يا شيخنا. انا غادي ندير واحد الطريقه باذن الله، طريقه جميله جدا. ابشر اخي شعبان. اسم المركز بماذا ستسمي اسم المركز؟ شوفوا هنا شعبان كيفاش غيدير الأبا حمزة، يعني غيصبغوا واحد الصباغة، يعني لأنه هو عنده مصلحة غير تبنى هذا المركز هذا. الله أعلم شنو هي المصلحة، واش هي خالصة لله عز وجل ولا عنده شي مبتغى آخر. حنايا ما تنعلموش الغيب، حنا تنحكموا بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. ولكن شوفوا هنا كي غادي يقول الأبا حمزة مركز. انت شوف يا دكتور، شوف انت يا شيخنا. قال له شوف يا دكتور، شو كيتبسم هنا أبا حمزة. دكتور منين جاتو دكتور؟ منين جاتو دكتور؟ هو خارج من ثانية إعدادي، إذا آخر شهادة عنده هي الشهادة الابتدائية. منين جاتو دكتور؟ شو كيتبسم؟ ما قالوش لا حاشا أنا لست بدكتور. شيخنا دكتور، عجباتو أبا حمزة داك دكتور. دكتور منين جاتو؟ منين دكتور؟ تعطيني أنا نسميه إن شاء الله. انت يا شيخنا هذا يعني، وانت تستحق ذلك واكثر من ذلك. ما شاء الله. أبشر بالخير، أبشر بالخير. شكرا شعبان. سميه مركز أبا حمزة، الدكتور أبا حمزة للدعوة والإرشاد. الله يعينك. الله بياك يا شيخنا. الله يعينك، الله يعينك، الله يعينك. السلام عليكم. الرجل هذا اسمه شعبان، هو غيبدا يجرح فيه عاوتاني يهينو ويحتقرو، وهو من بوروندي. هذا الرجل إفريقي، هذا الرجل التقيت به أول مرة منذ مدة، وجاءنا إلى هذه المدينة. جاء إلينا لا أقول طريدا، عرفت الرجل وأدخلته بيتي أنا ورفقة من مجموعة، رفقة من الإخوة والمحبين. هنا غادي يصلح. هو زعما دخلته بيتي باش ما يخليش الناس يشكوا بزاف. أنا ورفقة، أنا راه قال أدخلته بيتي شي شوية، قال أنا ورفقة من المحبين أو لا أدري ماذا قال هنا. وتميز الرجل بصوت جميل جدا. الرجل أصبح خطيبا وأصبح إماما وأصبح الآن تزوج ووزير الأوقاف. إلا كنتي أنت وليتي خطيب، احنا ما نستغربوش الا انت دابا ما عندك حتى مستوى دراسي، ما قريتي في حتى شي معهد، ما قريتي لا على شيوخ لا والو، وليتي خطيب. احنا غنستغربوا لا شعبان ولا خطيب. لا انتم دخلتوها بصباطكم غير، لا ماشي مشكل. احنا ما نستغربوش دابا شعبان ولا خطيب، مازال شعبان راه شي شويه عليك. اما انت راه دون المستوى وليتي خطيب، طلعتي اعتليتي المنابر وليتي تخطب، فما بالك شعبان. امرأة مغربية وأنجب منها 4 أطفال، تزوج بها. وانتم تشوفوا ما كاين لا ما شاء الله اللهم بارك لا والو، عرفتي العين والحسد بطريقه غير مباشره. انتم تشوفوا دابا الان لا يبارك ولا يقول ما شاء الله ولا شيء، باش تعرفوه خبيث. الأطفال وذهب الآن يعيش معها، وهي بنت هولندا. الأخت هذه بنت هولندا، وذهب يعيش معها في بلاد بوروندي. في لا راه هي التي ذهبت، على ماله هو يلي ولد هولندا ذهب يعيش معها. لا راه هي ذهبت تعيش معه. تهضري بالدارجه بينك وبين شي لغه عربيه فصحى. التقيت به بالأمس هنا، كانت عنده خطبة جمعة والتقيت به. أنا ما كنت غادي نخطب الجمعة أنا، لكن أنا ما كنتش. هاد الحكايه ديال انا كنت غنخطب الجمعه ولكن انا ما كنتش، الحكايه ديال الكذوب. الكذاب ملي تيكون باغي يكذب شي كذبه تيدير بحال هاد الحركات هادو. هادي من الحركات اللي كنت بينت في لغه الجسد ديال أبا حمزة. يمكن لكم ترجعوا الفيديوهات القديمه ديالي، راه بينت هاد الحركات كلها اللي كان تيدير أبا حمزة ملي تيبغي يكذب، وهذه من ضمنها. جيت ولقيته هنا، رجع بعد مدة، ولما تكلم معي على هذا الموضوع هذا، على هذا المشروع، تكلم معي. قلت فراتي هذه، قلت لي بشحال غيتقام؟ قال لي ب27. فقلت في راسي هذه همزة فوق الألف، ما هي فوق الصدر، ما هي فوق الواو، ما هي فوق الياء، فوق الألف. غنتوكل على الله، هو عنده البلان. أنا عندي شي شوية ديال التشلهبين والحلقة، وعندي المشاهدين تيثيقوا بيا، وغادي نبدا نصب ندوز دكاك على المشاهدين الكرام، وندوز دكاك على شعبان، نلوح ليه الفوتات وناخذ أنا اللي بغيت. هذا هو الكلام اللي خصو يقول، هذا هو كلام حاله وليس كلام مقاله. دابا كلام مقاله يقول شيء، ولكن لسان حاله يقول شيء آخر، لأن هناك لسان الحال ولسان المقال. 27 إلى 30 مليون. قلت له بإذن الله تعالى
العشر الأواخر من رمضان نبداو في الحملة ديالنا من أجل هذا المشروع، وغادي نشوفوه بعيننا بإذن الله تعالى. لكن الآن حنا نرجع إلى المهموم. صافي سالينا مع شعبان، رجعوا دابا المهموم. نصب عليكم لان عصفور في القفص خير من 10 فوق الشجره. صافي دابا سالينا مع شعبان، سال لعاب المشاهدين ديالو بهذه القضيه ديال شعبان والاتصال وكذا وهذه. دابا غنرجعوا للمهموم وغنصب عليكم باش ندخل دابا الفلوس. انه ابتداء من يوم الاثنين غادي يكون رقم الحساب، ما بغيت نعطي رقم الحساب ان شاء الله الرحمن الرحيم باش غادي نبداو باذن الله. كنتمنى انني نكون وصلت الفكره ديالي وبينت لكم هاد الخروقات ديال هذا الخبيث هذا، وهاد الطريقه اللي تيديروا هاد المسرحيه وهاد الافلام الهنديه اللي تيدير مع بعض المتدخلين هم ليسوا يعني بين الحين والاخر، لان الكثير منهم انفضوا من حوله وتركوه وحيدا لانهم عرفوا الخبز ديالو وعرفوا بانه نصاب. ولكن الشعبان هذا ربما لا زال متواطئ مع ابا حمزه ولا زال تيلعب مع هذه اللعبه ديال الكومبارس وهاد الادوار الثانويه، والبطل ديال الفيلم راه هو ابا حمزه كما نرى. وانا الان بينت لكم بكل شيء بالادله وكل شيء موثق وكل شيء يعني بالدليل كما العاده. تنتمنى نكون وفقت في هذه الحلقه كباقي الحلقات، وتنشكر لكم حسن الاصغاء والمشاهده، واضرب لكم موعد في حلقه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.